السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة ان شاء الله انا هوريكم ازاي تعمل بوت من الفلاشة، اللي هو الويندوز او كده. طبعا معظم الناس عارفة ازاي تعملها على ستي دي. بس انا النهاردة انا هوريكم ازاي تعملها على فلاشة. بتبقى اسهل واحسن بالنسبة لي. اول حاجة هنجيب البرنامج ده، هحط اللينك في الديسكريبشن، هننزله ونسطبه كده ونفتحه. بعد كده طبعا اي ويندوز بينزل بيكون ايزو زي كده. هتختار الايزو، تمام. بعد كده نيكست، في يو اس بي ديفايس وفي دي في دي. النهارده احنا هنشوف اليو اس بي وهنعملها. هنشوف اليو اس بي، وبعد كده انت هتكون حاطط اليو اس بي فهتدوس هتختارها من هنا. بعد كده تدوس بيجين كوبي. هو هيفرمطها على حسب ما هو عايز و وي... ويعمل له كوبي بس. هو كمان هيفتحه جوه، يعني هيفك الايزو جوه الفلاشة بس. وبعد كده تقدر بعد ما يخلص كوبي يقولك خلاص فينش، تقدر تقفل الجهاز ولما تيجي تفتحه بقى كل واحد عارف على حسب الجهاز بتاعه. في ناس عشان تعمل بوت بتدوس F2، في ناس عشان تعمل بوت في 12 وكده، فكل واحد على حسب جهازه. بس ودي كانت حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك عشان كل جديد.